السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في أوروبا لايف. عدنا إليكم الإخوان، وإلا كانت هذا أول مرة كتشوف الفيديو ديالي تابونا معايا في القناة. الإخوة اللي معايا كما العادة كي دايرين بخير؟ هانية الصحة لاباس ونفورم، نتمنى أنه تكونوا كاملين بخير وأن العائلات ديالكم والأحباب ديالكم يكونوا على أحسن ما يرام. شكرا بزاف على الدعم ديالكم كيفما كان، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، لي بارطاج ديالكم، وبطبيعة الحال لي جيم ديالكم الإخوان. كما العادة رجعنا عاوتاني فيديو جديدة وبطبيعة الحال أخبار جداد اللي كنتمنى من الله أنه تعجبكم. الوغ الاخوان، اول خبر غنبداو به هذه الحلقه غادي يكون على مارين لوبين. خاصه نزربنا الاخوان، بغينا نوضحوا واحد النقطه للاخوان اللي معنا هنايا. انتم كاملين عارفين دروكا ملي الفيديو اللي دازت الاخوان وفي القنوات ديال الاخبار وفي التلفازه وفي الراديو، الناس كيقولوا بانه مارين لوبين راه شفاره، شفرات الفلوس ديال الشعب، الفلوس ديال الناس اللي خدامين وكيكوتيزيو وكيخلصوا الضرائب ديالهم. وبطبيعه الحال الاخوان، هذه السيده تحكم عليها وهي كوبابل مذنبه، تحكم عليها ب4 سنين ديال الحبس اللي فيهم عامين نافذتين اللي غتلبس فيهم البراسلي وغتجلس في الدار ديالها. زيد عليها انه غادي تخلص بواحد الغرامه ديال 100 الف اورو. زيد عليها عندها عدم الاهليه لمده 5 سنوات الاخوان، ممنوعه انه ترشح من هنايا ل5 سنين لشي منصب قيادي هنايا في الدوله الفرنسيه، انه تكون مثلا مينيستر وزيره، او لا تكون في شي منصب ديال لاميري، او لا انها ترشح الانتخابات الرئاسيه ديال سنه 2027 كما كتعرفوا كاملين. وهذا الشيء الاخوان عادي، حيت هذه السيده صفاره ما غاديش يقدوا هنايا انه يامنوها على شعب على قدو. زيد عليها انه ديك القضيه اللي حكمت عليها قضيه معروفه، وحكمت عليها على حساب القانون الفرنسي ولا كونستيتيسيون فرونسيز. ولكن الاخوان داك الشيء اللي شفنا كاملين هو انه عدد كبير من الناس الاخوان اللي كيبغيو مارين لوبين، وعدد كبير من الناس التابعين للحزب ديالها ما رضاوش بهذا الحكم، وكيخرجوا كيغوتوا كيقولوا بانه هذا الحكم غير ديمقراطي ومنافي للديمقراطيه، وانه فرنسا دوله ديمقراطيه وما خاصش هذا الحكم انه يتنطق هكا. وحتى في الناس الكبار بحال مثلا ايلون ماسك وبحال ترامب خرجوا وندوا بهذا الشيء وقالوا بانه هذا الشيء ماشي ديمقراطيه ملي فرنسا حكمت على مارين لوبين هكا. وشحال من واحد من الاخوان اللي معنا هنايا في القناه ولا في التيك توك ما فهمش علاش هاد الناس كيخرجوا كيغوتوا الوغ كو هاد السيده الي كوبابل مذنبه. كاينين وثائق كتاكد انه هاد السيده راه سرقات الفلوس ديال عباد الله، وهاد الناس كيخرجوا كيغوتوا هكا. هاد الشيء راه منافي للعقل. ولكن الاخوان، انا داك الشيء اللي بغيت نوصلوا لكم انه هاد الناس اللي كتشوفوهم كيدافعوا على مارين لوبين ما كيدافعوش عليها حيت هي ما سرقاتش، لا، هما عارفين انه هي سرقات، حيت كاينين دلائل وكاين ان دوسي بينال عند القاضيه. الا جاو شي نهار وداروه بوبليك باش الناس يشوفوه، غادي تشوفوا كاملين انه هذيك السيده سرقات بالارقام والدلائل. وانما الاخوان هما كيغوتوا حيت كاينه واحد اللعيبه اللي داروها ليها اللي هي لينيجيبيليتي بروفيزوار، هي انه هاد السيده عطاوها عدم اهليه مؤقت. وشنو هو هذا عدم الاهليه؟ هو انه هاد السيده مع العلم انها دارت الركور، يعني دفعت الاستئناف، باقي ما خرجش الحكم ديال الاستئناف، مع ذلك يسري عليها عدم الأهلية. عدم الأهلية اللي هو مؤقت، هي ما قداش ترشح باقي وما قداش دير الحملة الانتخابية ديالها حتى يخرج الحكم ديال الاستئناف. والحكم ديال الاستئناف ما غاديش يخرج حتى لشهر 8 أو لشهر 7 في 2026، وانتم عارفين أنه الانتخابات كاينين في 2027. داكشي اللي ما عجبهمش هما. وزيد عليها واحد الحاجة، هو أنه هاد الناس التابعين لمارين لوبين، العباد ديال مارين لوبين، باغيين انه الاستئناف ما يبقاش حتى الصيف ديال 2026 عاد يتنطق. قالوا لك باغيينو يتنطق باسرع ما يمكن باش هاد السيده تقاد الحمله الانتخابيه ديالها بطبيعه الحال الا كانت بريئه. ومن هذا الفيلم كامل الاخوان، لي كومبلوتيست، الناس اللي كيامنوا بنظريه المؤامره، خرجوا قالوا لك انه هاد الشيء راه خطير، راه ممكن هاد السيده دارت هاد اللعبه كامله وهاد الشيء كامل راه غير فيلم، وغادي دير الاستئناف وغتربح من الاستئناف باش يتعاطف معها الشعب من هنا لقدام، يقولوا بانه هاد السيده كانوا غير ظالمينها ويزيدوا عليها يتكبوا عليها هذوك الناس اللي غادي ينتخبوها في سنه 2027. الناس اللي كتفكر انه تمشي تزوج في البلاد او تزوج شي وحده هنايا عربيه ويديها
ويسد عليها في الدار ويلبس ليها الزيف ويقول لها بقاي تماك، ما بغيتش حتى شي واحد يشوفك، ما ديري صحابات، ما تمشيش للخدمه، ما تخرجيش من الدار، الدار هي بلاصتك، وتسد عليها وتزير عليها وتبغى تقول لها راه المراه بلاصتها لا كويزين والراجل هو اللي كيخدم، انا كلشي في هذا الدار، وما تعطيهاش الفلوس ودير التقشف. نسى هادشي ما غاديش يبقى باقي. قانون جديد دار غادي يضاف للقانون الجنائي سميتو قانون السيطره القسريه. هادشي الاخوان غادي يمشي فيه النصف ديال هاد الناس اللي دويت عليهم للحبس. نساو هادشي، راه ما تلاش اوبليجي انه ضرب المراه باش يدخلوك للحبس. هاد القانون دار اكسبري لهادشي. الناس اللي قدام في فرنسا كيعرفوا بانه اي واحد دار شي زبله هنايا في فرنسا وحكموا عليه باقل من 6 اشهر ما كيدخلش للحبس، كيديروا ليه البراسلي وكيخليوه في الدار وكيعطيوه شي اوقات محدده اللي كيكون عنده فيهم الحق انه يخرج يدير لي كورس ديالو ويقضي الغرضات ديالو. غير هو انه هذا القانون الاخوان كانوا داروه حيت ما كانوش عندهم البلايص في الحبس. اول حاجه زيد عليها كيقول لك انه هذا بنادم الا دار شي زبله ما غادي تكون شي حاجه كبيره، ما كاين لاش انه ندخلوه للحبس ونفدوا عليه، حيت الا دخلتي للحبس ولفتيه كتخرج وكدير زبله اكثر من الزبله اللي درتي في الاول. المهم الاخوان هذا القانون لو جروب اوريزون حزب من الاحزاب السياسيه هنايا في فرنسا باغي يحيدوا ودفعوا لا بروبوزيسيون باش يتحيد هذا القانون. قالوا لك انه دروكا من هنايا لقدام اي واحد دار شي حاجه خاص يتسد عليه في الحبس. هاد الناس ما بغيناهمش على برا، واخا تسرق بيضه خاصك تدخل للحبس. هاد لا بروبوزيسيون الاخوان تحطات في لاسومبلي ناسيونال وتفوت عليها ب 63 صوت نعم و42 لا. ومن هاد الناس اللي فوتاو نعم عندنا 4 لي بلوك بوليتيك، عندنا الموديم، لي ريبوبليكان، اوريزون والغاسومبلومون ناسيونال. داكشي اللي كيبين انه هاد القانون من هنا لقدام ديال انه الا درتي شي زبله اقل من 6 شهور ما تدخلش للحبس ممكن انه يتحيد. مجلس الامن الفرنسي قرروا واحد القرار اللي هو غريب للغايه في سابقه لهما الاخوان وخطير للغايه الاخوان، سيرتو في هذا التوقيت الاخوان لو 1 افريل 2025 خرجوا بهذا القرار اللي هو انه غادي يعطيو الحق للحكومه الفرنسيه كيفما كانت هذه الحكومه سواء الحكومه الحاليه او لا حكومه اخرى اللي غادي ينتخبوا عباد الله، غيعطيوها الحق انه تقطع على الناس مواقع التواصل الاجتماعي وقت ما بغات كيفما شاءت من غير ما يكون شي قانون اللي غيعطي الحق لهذه الحكومه انه تقطع على عباد الله هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي سواء تيك توك او لا يوتيوب او لا فيسبوك او لا انستغرام الى غير ذلك الاخوان. وبزاف ديال الناس خرجوا وهضروا على هذا الشيء الاخوان حيت داز حسي مسي وقالوا بانه غريب للغايه علاش اكزاكتومون خرج هذا الشيء في هذه الاونه بالضبط ملي ولاو كيهضروا بزاف على الحرب. واش داروا هذا الشيء اكسبري الى نط الحرب زعما يقطعوا على الناس لي ريزو سوسيو باش ما يثقوش الخبر داكشي اللي غادي يطرا من هنا لقدام؟ غنخليكم نتوما في ليسباس ديال التعليقات تردوا عليا وتقولوا لي اش بان لكم. نتوما كاملين عارفين بانه يا بالونطو المحكمه الجنائيه الدوليه خرجوا فيها وقالوا بان بنيامين نتنياهو ولا مجرم حرب مطلوب على الصعيد العالم الاخوان، وقالوا بانه مفروض على اي دوله معترفه بالمحكمه الدوليه الجنائيه انه اذا جاء عندهم نتنياهو يشدوه ويسجنوه. مي مالوغوزمون الاخوان ما فهمنا والو. شحال من دوله دروكا خرجت وقالت بانها ما تلاتش معترفه بالمحكمه الدوليه الجنائيه، ومنهم الاخوان هنغاريا. البارح الاخوان مشى عندهم نتنياهو وبطبيعه الحال استقبلوه باحر يعني التهاني وداروا واحد المؤتمر صحفي وخرجوا مع نتنياهو والرئيس ديال هنغاريا وقالوا بانه هنغاريا لم تعد تعترف بقرارات المحكمه الدوليه الجنائيه واستقبلوه عادي، مع العلم انه هنغاريا كاينه في اوروبا ونورمالمون اوروبا خاص جميع البلدان ديالها الا جا عندهم نتنياهو انه يشدوه ويدخلوه الحبس. العالم كامل الاخوان كيشوف داك الاجرام وداك القتل اللي طاري في غزه ولا يحرك ساكنا وباقي كيستقبلوا هذا المجرم. ما فهمنا والو بقى الاخوان، لا من الدول ديالنا لا من الدول ديالهم. من 2013 هنايا في فرنسا درت واحد الحاجه اللي سميتها لا ريفورم 100% سونتي. هاد لا ريفورم 100% سونتي كتعطي الحق لاي واحد عنده مثلا لا ميتويل او لا سي ام اي الا مشى باش يدير سواء المضادر او لا لي بروتيز زونتيغ او لا لي زوديو بروتيز هادوك اللي كيديروا دوك الصناطات في الودنين ديالهم الطبيه انه يديرهم فابور
نضاضر دوك السناطات كما قلت لكم لي بروتيز دونتيغ يديرهم فابور. وعلى اي واحد من هاد الاطباء اللي غيديروا ليه السنان اولا دوك لي زاجونس اللي كيديروا لي بروتيز لي زوديو بروتيز انه يبروبوزي ليه ان دوفي اللي فيه لا بروبوزيسيون بري اون شارج باغ ليتا اللي هي فابور. ولكن الاخوان ديغنيغمون داروا واحد الكونترول من خلال لا دي جي سي سي ار اف، داروا واحد الكونترول ولقاو انه بزاف ديال لي ماغازان البروفيت وما كيعطيوش للناس النضاضر اولا لي زوديو بروتيز اولا لي بروتيز دونتيغ فابور، وكيبروبوزيو عليهم دوك النضاضر اللي غاليين اولا دوك لي بروتيز اولا دوك لي كادر اللي ما كاينينش اولا كي سون با بري اون شارج باغ لا سيكوريتي سوسيال. لذلك الاخوان داروا واحد الحمله كبيره وطاحوا على دوك الناس هادو، واكزاكتومون الاخوان مشاو ل 1300 ايتابليسمون و75% ديالهم ما كيطبقش هذا القانون ديال 100% سونتي. دوكا الاخوان نهار غادي تمشيو باش ديروا النضاضر ديالكم اولا لي بروتيز دونتير اولا لي زوديو بروتيز، هضروا مع داك بنان قولوا ليه بغينا الدوفي غراتوي اللي كيعطينا الحق انه نديروهم فابور اللي داخل في لا ريفورم 100% سونتي. هذا ما كان الاخوان في هذه الحلقه، شكرا بزاف على الدعم ديالكم كما العاده، كنقول لكم حتى الفيديو الجايه ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم.